ثواني بس ثواني، اسمعوا يا اخوان. اغلق اغلاق. اسمعوا راجل. هو الراجل عارف كل حاجه ويقول كل حاجه. بس خلاص تمام. انا اسمي حامد مهدي نصر الله حسان، ابن عم الفقيه. تمام. اول امبارح صلينا الفجر وجيت كالعاده بقعد على المقهى عادي باخد الشاي وبروح. تمام. سمعت صياح وهرج ومرج، كان فيهم الراجل دخل، كان خل احدى الراكبين على القارب. قال لي نعمله ايه يا حامد؟ قلت له هنتوجه مباشره على اقرب نقطه سواحل. اوكي. دخلنا، دقيت الباب، فتح لي واحد ابن حلال. انا بقول لك ابن حلال ابوه مربيه من حلال. قال لي في ايه ده؟ قلت له يا فندم سيادتك ما فيش هدوء، في مركب في الشارع عليه اكثر من 250 مواطن مصري من القريه بيغرقوا في الشارع قصاد السواحل في اليد الشرقي بتاعنا. قال لي طب انا اعمل لك ايه؟ اثناء الحديث دخل مركب من القريه اول سرعه له بتاع محمد عبد الحوصري، وده بطل من الابطال اللي في القريه. قال لي اعمل ايه يا حامد؟ قلت له يا محمد المركب في الشرق بيغرق. قال لي ايه ده؟ ولو في السلوم انا هطلع بجيبه، اديني معلومه. قلت له المعلومه ان هو في الشرق. راح عاطيني السمك بتاعه وطلعت بيته. تمام. اتوجهت بعدها لنقطة السواحل الثانية. قال لي احنا نقطة السواحل يا ابني احنا حرس حدود ما اقدرش اعمل لك حاجة. قلت له يا حبيبي ما تقدرش تعمل لي حاجة، والناس اللي بتموت فين اللانش الحربي؟ قال لي اتجه لنقطة اللدار. رحت لقيتهم طلع لي واحد اسمه الكابتن صاوي، برضه راجل محترم احتواني. قال لي في ايه؟ قلت له يا فندم سيادتك في مركب في الشرق بتغرق من الساعة 4 الفجر وبيدوا استغاثات. نروح لمين؟ قال لي اديني اقرب رقم تليفون. قلت له ادي رقم تليفون. قال لي اوكي رقم السرايا. اديته رقم السرايا. قال لي ايه ده خالص؟ اللانش الحربي طالع من ابو قير. الكلام ده الساعه 7:30 اثناء ما اخدت سمكي. اخدت سمك المركب اللي دخل في الاول وطلع يدور عليهم بقاله ساعه ونص. اوكي. طلع يدور يتصل عليه، يقول لي يا ابني انا مش شايف حد. قلت له اللانش الحربي جالك من ابو قير. اتصل عليه حوالي الساعة 11 بيصوت بيبعت استغاثات، بيقول لي يا ابني انا لقيت جثث على وش المية. الكلام ده يا حامد كان بدري، الكلام ده كان بدري. على وش المية. قال لي على وش المية جثث وناس بتغرق، جارينا على اللدار تاني. قلت له يا فندم انت بتقول اللانش الحربي. قال لي انت مش كلمت الكابتن؟ كنا قبلها كلمنا الكابتن، كلمنا الراجل. قال لي يا حبيبي روحوا، الناس دي كلها هتيجي عن بكرة أبيع، مش هنسيب حد في المية. الساعة 11 ونص المركب اللي احنا بعدها جاي وراها 3 4 مراكب محملين جثث، وبالليل المتحدث العسكري ولا كده لقد انقذت قوات السواحل المصريه. طبعا هنا المتحدث العسكري كذب على مصر كلها وكذب على القياده وكذب على سياده الرئيس. دي حاجه. امبارح بالليل محافظ البحيره بقول له احنا يا فندم هناك من الساعه 6. طبعا هو هنا كذب كذب بواح وكذب على مصر كلها. سيادتك احنا بنطالب من الدوله انها تعاملنا معامله الحيوان تحت مبدا الرفق بالحيوان وليس الانسان. احنا لنا ضحايا اكثر من 350 جثه خارجين من بوغاز رشيد، اللي قتلهم السواحل، اللي قتلهم حرس السواحل، واللي قتلهم الراجل. وانا بطلب من مصر جميعا ومن حقوق الانسان وعلى رسوم السيد دم الناس دي كلها في رقبته. وشكرا يا فندم. يا فندم انا بوجه المسؤوليه، انا بوجه الناس دخل الناس اللي على الغايب. انا ابن اختي على ظهر خلاص يا شباب لو سمحتوا. انا اسمي عبد الحميد دياب. انا اسمي عبد الحميد دياب. ثواني لو ما نشروش هيطلع في الصحراء. انا هنشر حتى معاهم اول حاجه تحيه للاستاذ وائل الراشي. يا ريت يا استاذ وائل، يا ريت يا استاذ وائل لو تكرمت، احنا عايزين الناس تعرف حقيقتنا هنا. انا اسمي عبد الحميد دياب. ابن اختي كان على ظهر المركب دي. غرق ولا هو؟ لا الحمد لله هو من احد الناجين، بس انت شايفه حال البلده عباره عن مقبره كلها. ماشي. ابن اختي فوجئت بالتليفون الساعه 5:30 صباحا، يا خالي احنا بنغرق، الحقونا يا خالي. يا ابني ده الناس بيقولوا مركب حديد والمهربين بيقولوا مركب كبير. قال لي يا خالي احنا بنغرق. طلعنا طبعا زي الاستاذ حامد ما قال لاقرب نقطه تفتيش اللي هي نقطه السواحل اللي ابو غاز رشيد اللي هو على مصب نهر النيل فرع رشيد. رحنا للنقطه يا جماعه نتوسل. طبعا الرائد تكرم قال انا ما اعرفش اعمل لكم حاجه، هاتوا لي مراكب. المركب ده الاستاذ حامد قال طب عايز اقول